اتفضل يا السلام هندسة. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بداية موفقة وخارطة طريق موفقة ليكم إن شاء الله. في البداية أعرفكم بنفسي لو في حد ما يعرفنيش. أنا أحمد شويد، مهندس تصميم ميكانيكي وإشراف على التنفيذ. ماسك قسم الكيو سي في شركة دبليو اي اي بلس، وسي او بتاع مكتب اسك للاستشارات الهندسية، ويعتبر مين انستراكتور في انجكس للتدريب الهندسي، واي سي بي في من اوتوديسك، في متخصص تحديدا في الريفت من سنه 2016. هنبدا مع بعض خارطه الطريق للام اي بي. بس قبل ما نخش في الام اي بي، حابب ان انا اكلمك كمهندس ميكانيكا. هي المجالات اللي انت هتتعرض لها في سوق العمل؟ انت لسه طالب او لسه حديث تخرج، فانت محتاج تعرف وتطلع هي ايه المجالات. انا من وجهة نظري مقسمها لكم لتصنيفين. التصنيف الاولاني وهو تصنيف حاجة اسمها المجالات المستقرة، والتصنيف الثاني المجالات المتغيرة. ده مش ستاندر ولا كود ولا حاجة اعتراف رسمي من اي جهة رسمية، ده بناء على اطلاعي بالسوق. فحبيت ان انا اصنفه لكم لوجهتين النظر دول، وهنتناقش مع بعض واقول لك هو ليه انا صنفتهم بناء على كده. هنبدا مع بعض بالمجالات الاولانيه وهي المجالات المستقره. طبعا خلينا متفقين ان في قاعده رئيسيه بيقول لك ان الوظيفه بتمنعك من الفقر، ولكن بتحميك من الفقر ولكن تمنعك من الغنى. ده نفس المقولة تنطبق على المجالات المستقرة. المجالات المستقرة أغلبها بتكون أنت محافظ على الوظيفة فيها، الوظيفة إلى حد ما مستمرة، ولكن البوزيشن بتاعك والمقابل المادي اللي أنت بتاخده ما بيبقاش واو قوي. وده في بعض المجالات المستقرة، علما إن في مجالات مستقرة فيها رواتب عالية وهنوضحها مع بعض. انا من وجهة نظري من ضمن المجالات اللي انت ممكن اول لما انت تتخرج تشتغل فيها، وهي مجالات التشغيل في المصانع او الصيانه في المصانع. هتيجي تقوم راح قايل لي انا كمهندس ميكانيكا فرصتي قد ايه في المصانع؟ اقول لك من 2 ل 5% من الخريجين بيشتغلوا في مجال المصانع، سواء كتشغيل معدات. اي معده بيكون فيها جزء ميكانيكي فهي محتاجه مهندس ميكانيكا هو اللي يشغلها. اي مصنع بيبقى فيه اجزاء ميكانيكيه محتاج يتعمل لها عمليه صيانه، فمحتاجه مهندس ميكانيكا هو اللي يشغلها. فالمجال ده الى حد ما مستقر ومستمر. يعني ايه؟ يعني انت طالما مثلا انت شغال في مصنع مكرونه او في مصنع اسمنت او في مصنع ملح حتى، هتفضل عايش جوه المصنع. لو انت عايز تقضي عمرك كله جوه المصنع هتفضل قاعد، مفيش حاجه، مفيش مشكله. واللي بتعيش فيه النهارده بتقول فيه بكره، والدنيا بتكون ستيبل معاك. فطالما الدنيا ستيبل معاك فهي بيبقى لها مشكله ان الرواتب في الحته دي ما بتبقاش عاليه قوي. فده اول مجال من وجهة نظري، مجال مستقر ومستمر. نيجي للمجال الثاني وهو مجال السيارات. من وجهة نظري مجال السيارات هي من المجالات في السوق المصري وفي السوق الخليجي شوية، وفي اغلب الوطن العربي هو سوق بيعتمد على الفني اكتر من اعتماده على المهندس. ونأمل الفترة الجاية اللي احنا نخش في حتة تصنيع السيارات او حتى تجميع السيارات بشكل موسع. على سبيل المثال اخواتنا في المغرب بقوا حاجة جامدة جدا في تجميع السيارات، بيساهم في الناتج القومي بشكل ضخم. فبناء عليه انا حاطط مجال السيارات كصناعه او كتجميع، يعني صيانه او كتجميع، من المجالات المستقره والمستمره. ولكن في الوطن العربي وفي مصر تحديدا للاسف هو مجال، يعني بلغتنا كده الفني بيعرف يعمل اللي المهندس بيعمله، علشان المهندس مش بيصنع ولا محرك ولا حتى بيصنع البادي ذات نفسه بتاع العربيه انت ما بتصنعهوش. حتى لو جينا نقول شغل التعديل بتاع العربيات، تعديل العربيات فيه فنيين وحرفيين شاطرين جدا فيه.
فبرضك ده من ضمن المجالات اللي انت كمهندس ميكانيكا ممكن اول لما تتخرج تشتغل فيه، تحديدا في الوكالات الكبرى، يعني زي بي ام دبليو، مرسيدس، اللي هي البراندات الكبيره لازم يكون فيها مهندس صيانه ومشغل من تحته يعتبر العمال. طيب الفرص فيه بتكون نسبتها قد ايه؟ نحطها في رينج ال 5% وممكن تصل ل 10%. تحديدا مجال السيارات هي من المجالات الكويسه، ولكن لو انت باصص مستقبلا اللي انت هتفتح بيزنس خاص بيك، يعني اللي انت هتعمل مركز صيانه، هتجيب وكاله تكون ليك، لو انت دماغك وتفكيرك في الحته دي كده، فانا اقول لك انت هتكسب ومكاسب محترمه جدا، سواء انت دخلت في الصيانه او في الكنترول بتاع العربيات او اي حاجه قطع غيار، حتى توفير قطع غيار للسيارات، فده مجال مربح. ولكن كونك فيه صاحب مال، مش شغال فيه، يعني مش موظف فيه. فده يعتبر المجال رقم 2 من وجهة نظري. نيجي على المجال رقم 3 وهي المعدات التقيلة. والمعدات التقيلة هي من المجالات اللي هي يعني اخوات المصانع شويه، ولكن هنا بتمتاز اللي انت بتشتغل على اسكيل واسع شويه. ومن الشركات اللي مشهوره هي شركات زي مانتراك، مش شركات رائده في مجال الصيانه وتحديدا المعدات الثقيله. هنيجي نتكلم على مجال محطات الكهرباء، بس قبل ما اخش في محطات الكهرباء، من ضمن عيوب المعدات الثقيله لها عيب ان المهندس اللي بيشتغل فيها او اللي انا اعرفهم اغلبهم هم بيشتغلوا بايديهم. فطالما انت بتشتغل بايديك فللاسف انت بتتعرض لريسك ان هو انت ممكن لا قدر الله يجي لك اصابات نتيجه العمل والتحميل والربط والفك وخلافه. علشان هنا بقى ما فيش حاجه اسمها انا مهندس وتحت عمال هو اللي انا بوجههم، لا ده انت ممكن تشتغل معاهم بايدك. فده برضك من ضمن المجالات المرهقه، ولكن في ناس بتعشقه، بتعشق حته الهيدروليك والنيوماتيك وخلافه. فالمجال ده من ضمن المجالات اللي الناس لما بتخش فيها بتخش فيها عن حب، اللي هم حابين المجال ده فعلا. فانت داخل المجال انت عارف ان انت هتشتغل فيه بايدك وهتتعب، بس انت بتلاقي نفسك فيه. من ضمن المجالات برضه هو مجال محطات الكهرباء. هتيجي تقول لي ده كهرباء يعني مهندسين كهرباء، لا انا مش عايز اقول لك ان محطه الكهرباء هي 70% ميكانيكا و30% بتكون مهندسين كهرباء. ولكن للاسف ان ده يعتبر نطاق حكومي شويه، وطالما نطاق حكومي فانت ما بتقدرش اللي انت تشتغل فيه الا زي ما بنقول كده بالواسطه، حتى على طريقه تعيين المؤقت مش تعيين دائم وخلافه. نيجي لاخر مجالين في المجالات المستقره، وده يعتبر هو مجالات فيها فلوس حلوه جدا. مجال الاويل اند جاز، ده طبعا اشتغل في البترول، في الغاز الطبيعي وخلافه. طبعا حدث ولا حرج، الناس بتأمل دايما اللي هي تتخرج تروح تشتغل في البترول، بتشتغل اسبوعين وتاخد اسبوعين اجازه، تشتغل شهر وتاخد شهر اجازه، والدنيا بتكون معاهم 100 فل و10. وطبعا ده من المجالات اللي هي مربحه ماديا ليك كمهندس، ولكن هي للاسف بتعزلك شويه عن الحياه. فعلشان كده طالما هي بتعزلك عن الحياه فانت بتلاقيها بتعوضك باجازات كتير. ولكن من ضمن عيوبها اللي انت لازم تفضل شغال فيها. يعني انت سي مثلا قررت ان انت تفتح بيزنس خاص بيك، صعب. انت خلاص انت حياتك كلها في حقول الغاز، في حقول البترول. صعب اللي انت يعني تستثمر وتفتح بيزنس خاص بيك فيها. يعني احنا لو جينا على سبيل المثال في اي سكيل تاني انت تقدر، انت النهارده كنت موظف فيه بكره تكبر وتبقى صاحب مصنع. اما في شغل حقول البترول والغاز فهي الموضوع فيها بيكون صعب اللي انت تفتح فيه شغل خاص، ولكن فلوسه كويسه واجازاته كويسه، وطبعا فرص الشغل فيه ما بتبقاش كبيره. ولكن مؤخرا نتيجه ان مفيش تعيينات فبقوا بيعينوا بنظام حاجه اسمها السيركي او يعني انا مش عارف الاسم بتاعها اللفظ بتاعه، ولكن يعني معناها يوميات. يعني ايه يوميات؟ يعني انت بتتعين في شركه زي بتروجيت مش بعقد دائم، انت بتتعال انت يعني بيتعاقدوا معاك بنظام اليوميه، انت شغال في بتروجيت ولكن مش مثبت. وده دلوقتي في شركات كتير بتشتغل في السكيل ده.
نيجي للمجال الاخير، وهو مجال الار ان دي، ودي من المجالات اللي فيها بومينج رهيب جدا جدا جدا، اللي هو الهندسه العكسيه. وده طبعا اشهر برنامج انت بتتعلمه علشان تعرف تخش في مجال الار ان دي، وهو برنامج السوليد وورك. ولكن من ضمن عيوب المجال ده، وهو مجال مبني على الابداع والمهاره، مش استخدام البرنامج بس. يعني آلاف المهندسين بيعرفوا يستخدموا السوليد وورك، بس كم واحد فيهم عنده النوليدج والمهاره بتاعت اللي انا اجيب له منتج، اقول له انا عايز اطور في المنتج ده واعمل منتج يكون الانتاجيه بتاعته بتوفر لي فلوس، وفي نفس الوقت العميل هيحبها. دي محتاجه واحد عنده مهاره وعنده حس. فعشان كده عدد الناس اللي بتشتغل في البحث والتطوير بيبقى عددهم قليل جدا، ولكن مرتباتهم ضخمه جدا. خلوا بالكم، في فرق ما بين اللي بيعرف يشتغل على البرامج زي السوليد والانسز، وفي فرق ما بين اللي هو اصلا ينفع يشتغل في الار ان دي. فاي شركه، اي مصنع، اي وظيفه لازم تلاقي فيها قسم جواها اسمه الار ان دي. يعني انت مثلا لو اشتغلت ايا كان المصنع، مصنع بلاستيك بينتج ازايز زيت، هتلاقي فيه جواه قسم الار ان دي بيطور في شكل ازازه الزيت، علشان اما اجي احقن البلاستيك فيها تستخدم اقل بلاستيك ممكن، واما اجي افكها ما تعمليش رايش كتير، فتسهل عليها عمليه التصنيع. اما اجي اصنع الغطا بتاعها يكون باقل طريقه ممكنه ويكون محكم الغلق. فاي عمليه تصنيع لازم تلاقي فيها قسم اسمه الار ان دي. حتى في مجال السيارات، لو احنا جينا نتكلم في مجال التجميع بتاع السيارات، انا دلوقتي مثلا عايز اجمع العربيه دي، طب هجمعها ازاي؟ لازم يكون عندي حاجه اسمها قسم الار ان دي. فده تعتبر من المجالات المستقره، اغلبها بيكون المرتبات فيها مش عاليه قوي، ولكن طبعا مش قليله، ولكن مش عاليه قوي، الا باستثناء مجال زي البحث والتطوير ومجال البترول والغاز. نيجي بقى نخش من وجهة نظري للمجالات المتغيرة، وتحديدا مجال المقاولات. ولو احنا جينا نسقطه كشغل ميكانيكا او ميكانيكا وكهرباء، فبيتقال عليه مجال الام اي بي. ايه هو كلمة الام اي بي دي اساسا، او اختصار لايه؟ الام هي اختصار لكلمة ميكانيكال، الاي هي اختصار لكلمة الكتريكال، البي هي اختصار لكلمة بلامينج. طيب، فعلشان كده احنا بنقوم رايحين قايلين على نفسنا احنا مهندسين ام اي بي. اما هو الصح انا مهندس ميكانيكا، فانا بيتقال عليا انا مهندس ام بي مش ام اي بي، عشان الاي دي لها علاقه بمهندس كهرباء، ولكن احنا الاثنين بنتحد مع بعض في مجال المقاولات. فعلشان كده قلت لك، انت لو عايز تخش في مجال المقاولات او مجال الام اي بي، فانت ممكن تشتغل في التكييف المركزي اللي هو الاتش باك، ممكن تشتغل في مكافحه الحريق اللي هي الفاير فايتنج، ممكن تشتغل في الاعمال الصحيه اللي هي البلامينج، ممكن تشتغل في البنيه التحتيه اللي هي اسمها الانفراستراكشر. هو ايه البنيه التحتيه دي؟ انا لو انا عايز اعمل مدينه مثلا، مش المدينه دي محتاجه شبكه طرق، محتاجه صرف صحي، محتاجه محطات تحليه، محتاجه خطوط كهرباء رئيسيه، محتاجه بنيه تحتيه للفاير فايتنج الرئيسي اللي هي عساكر الحريق اللي هي في الشارع، فدي بيتقال عليها اسمها الانفراستراكشر. عندنا برضه حاجه اسمها الميديكال جاز او الغازات الطبيه موجوده في المستشفيات. اي حد بيخش مستشفى لا قدر الله، يعني بعيد عننا جميعا، دخل عنايه، عمليات، اقامه، بيلاقي فوق السرير العيان مخارج، المخارج دي جواها غازات طبيه. عندنا مجال اللي هو السولار انرجي، الطاقه الشمسيه. عندنا مجال التحليه والمعالجه. انا ليه حاططهم في مجالات متغيره؟ علشان هو بيحصل لهم عمليه ركود، ولكن مش موت. في فرق ما بين الركود والموت. يعني ايه؟ يعني مثلا انتوا جايين دلوقتي تحضروا الندوه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، في حاله ما تسمى بالبومينج في مجال الام اي بي. يعني مجال الام اي بي في مصر، او مجال المقاولات عموما في مصر، هو واصل لمرحله بومينج. عندك راس الحكمه، عندك العاصمه، عندك العالمين، عندك التطوير بتاع البلد عموما، عندك المستشفيات بيتعمل لها احلال وتجديد، عندك مولد مقاولات. لو انت جيت شفت في السعوديه على سبيل المثال، هتلاقي بيعملوا لهم نيوم، بيعملوا القضيه، بيجهزوا نفسهم لكاس العالم، بيعملوا تطوير
في الرياض بيعملوا مناطق ترفيهيه، بيعملوا في جده بيعملوا مطارات، بيعملوا استادات. لو انت طلعت على ليبيا دلوقتي بيعملوا فيها اعمار ليبيا، لو انت طلعت على العراق هتلاقي بيعملوا فيها اعمار، شويه شويه هتلاقي السودان كمان داخله في الخط اللي هي محتاجه يتعمل فيها اعمار. فانت دلوقتي في ذروه ما يسمى بمجال المقاولات. طيب امتى بقى حصل ركود لمجال المقاولات؟ حصل الكلام ده من اعتقد كان سنه 2015. كان في الفتره دي استمرت لغايه اعتقد 2017 او 18. كان في ركود في مجال المقاولات. يعني ايه ركود في مجال المقاولات؟ ما كانش في حد بيسيل فلوسه في المجال. يعني ما كانش في استثمارات، ما كنتش تلاقي في تطوير عقاري، ما كنتش تلاقي في منشآت. ليه؟ عشان كان في أزمة اقتصادية. والركود ده أعتقد كان موجود في سنة 2008 كمان. وجه في فترة الكورونا كانت الدنيا عاملة ركود في المنشآت، ولكن كان في بومينج في المجال الطبي، كانوا بيعملوا مستشفيات وكانوا بيعملوا معامل وخلافه. فانا ليه جاي اقول لك ان مجالات المقاولات هي من المجالات المتغيره اللي بيحصل لها ركود ولكن مش موت؟ علشان مستحيل المجال ده يموت. هو بيحصل له عمليه تباطؤ. يعني انا دلوقتي مثلا الشركات كلها محتاجه تعيينات مهندسين، وتحديدا مهندسين الام اي بي، مهندسين ميكانيكا وكهرباء. في نقص في المهندسين والكواليتي بتاعت المهندسين دلوقتي، والمشاريع حجم المشاريع كبير، فمحتاجه ان هي تستوعب عدد كبير من المشاريع. طب بعد ما المشاريع دي تخلص ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ركود نسبي، وبعد كده يحصل بومينج تاني. تقول لي هو ليه يحصل بومينج؟ ما هي في قاعده ثابته، طول ما في عمليه زواج فاذا في عمليه انجاب، فاذا في اطفال، فالاطفال محتاجه مدارس، والمدارس محتاجه نوادي، والنوادي محتاجه مستشفيات، والمستشفيات محتاجه بعدها مباني عشان الناس تتجوز فيها، وهكذا. ففي حياه، طول ما في حياه ففي ناس بتيجي، فالناس ديت عايزه خدمات، عايزه مباني. فالمجال ما بيموتش، ولكن المجال بيحصل له ايه؟ بيحصل له عمليه من الركود النسبي. فمؤخرا علشان يعالجوا حته الركود النسبي دي اخترعوا مجال اسمه مجال، هم مش اخترعوه ولكن يعني زي ما بنقول كده حطوا له اسم كويس، اسمه مجال الاف ام. خلوا بالكم ان المحاضره دي فيها شويه مصطلحات، لو انت لسه جديد في المجال انا عايزك تسجل المصطلحات دي علشان من بعد الندوه تاخد المصطلح وتقعد تسيرش عليه. مجال الاف ام ده هو اختصار لحاجه اسمها الفاسيلتي مانجمنت. يعني ايه فاسيلتي مانجمنت؟ انت دلوقتي يا باشمهندس بتقول لي ان بيحصل عمليه ركود. يعني ايه الركود؟ يعني بعد ما انت بنيت المستشفى دي انت مش هتبني بعد المستشفى دي مستشفى ثانيه، انت بتستنى شويه لغايه ما يجي لك ميزانيه انك تبني مستشفى ثانيه، صح؟ طب هي المستشفى اللي هي اتبنت دي مش بيحصل فيها تلفيات؟ مش بيحصل فيها حاجات بتبوظ وعايز اغيرها؟ فبقى في قسم اسمه فاسيلتي مانجمنت، اداره المرافق. يعني ايه اداره المرافق؟ بالمفهوم بتاعنا البسيط الصيانه. فبقى في مجال مهم جدا من ضمن المجالات اللي احنا بنشتغل عليها، وهو مجال الصيانه. وده يعتبر من المجالات المستقره، ومن ضمن عيوبه اللي هو الرواتب فيه مش عاليه ولكن مستمره. البني ادم مننا يا اخوانا ما بياخدش كل حاجه. انت عاوز تشتغل في مجال المقاولات، ففي بقى المشاريع فانت بتاخد فلوس. طب بعد ما المشاريع تهدى تلاقيك للاسف فرصتك بقت صعبه، فبناء عليها فرصتك بقت صعبه، فانت كنت في فترات ما بتاخد فلوس كتير، فدلوقتي ما عدتش بتاخد خالص. طب تيجي في مجالات الاف ام، في مجالات المصانع، في المجالات المستقره، انت ما بتاخدش كتير، ولكن الى حد ما انت ايه؟ انت مستقر وستيبل. فده التقسيمه بتاعت المجالات سواء كانت مستقره او متغيره. نخش مع بعض ايه هي المسارات المهنيه. انا مقسمها لك 6 مسارات مهنيه تحديدا داخل قطاع اسمه الام اي بي. يعني انا بتخصص دلوقتي بكلمك كوني انا مهندس ام اي بي، فانا هتكلم اكتر وفوكس اكتر على مجال الام اي بي. انا كمهندس ام اي بي انا ممكن اشتغل مهندس تصميم، او تنفيذ، او اشراف على التنفيذ، او مكتب فني، او حاجتين ناس كتير ما بتحبهمش ولكن فيهم فلوس: مبيعات ومشتريات. في فرق ما بين الاثنين؟ في فرق ما بين الاثنين. في البدايه لازم تكون عارف ان كل مجال من المجالات دي هي محتاجه مجموعه من المهارات. لازم المهارات دي تكون عندك.
يعني ايه مجموعه من المهارات لازم تكون عندك؟ يعني مثلا على سبيل المثال مهندس التصميم. مهندس التصميم يكون حابب استخدام اللابتوب. يعني ما فيش واحد يقوم راح قايل لي انا ما بحبش اقعد على الكمبيوتر وعايز اشتغل على مهندس تصميم، ما ينفعش. طيب ايه كمان؟ بيحب الاطلاع على الاكواد. ايه هي الاكواد دي؟ اللي هو المعايير الدوليه، المعيار. وده بيكون السعوديه والامريكي والمصري والاماراتي، كل بلد بيبقى لها الكود الخاص بيها، فانت لازم تطلع على دول. ثانيه واحده، عشان كده في مشكله في الشحن. بسم الله. نعم، الحمد لله. قاعد في مكان ما فيهوش ولا باريزه شغاله. ده معناه ايه؟ ان في مشكله هنا في الاف ام. المهم، هنيجي نوضح تاني الجزء ده. احنا عندنا دلوقتي انا كمهندس تصميم، مهندس تصميم لازم يمتلك مجموعه من المهارات الاساسيه. ايه هي المهارات الاساسيه؟ اولا اللي هو بيحب يشتغل على البرامج الهندسيه. البرامج الهندسيه. ثانيا الاطلاع على الاكواد. والاكواد دي اللي هو يقوم يعني بالبلدي كده يقول لي ايه اللي المفروض اعمله في كل حته، وايه الصح وايه الغلط، وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. طيب، يكون شاطر في وضع المواصفات. المواصفات يعني ايه المواصفات؟ يعني انا مثلا عايز اركب جهاز تكييف سبليت، اللي هو عندك في اللي هو بيتركب عندك في اوضه النوم مثلا. فاحط المواصفه بتاعته، اللي هو مثلا مثلا الماسوره النحاس بتاعته تكون الماتيريال بتاعتها ايه؟ الماتيريال ده اسمه توصيف. طب الابعاد بتاعتها قد ايه؟ طيب الطول بتاعها ماكسيموم قد ايه؟ دي اسمها المواصفه بتاعتها. طبعا بنعمل حاجه اسمها حصر مبدئي او ما يسمى بالمقايسه الفنيه. المقايسه الفنيه. فكل ده دور مين؟ دور مهندس التصميم. مهندس التصميم ده بيشتغل فين؟ بيشتغل عند واحد اسمه مكتب استشاري. استشاري. طيب، المكتب الاستشاري ده، انت علشان تكون مهندس استشاري لازم يكون عدى على تخرجك 15 سنة. يعني انت خبرة 15 سنة. فالمكتب الاستشاري ده بيشغل جواه مجموعة من المهندسين الصغيرين. فمجموعة المهندسين الصغيرين دول بيتقال عليهم مهندس تصميم ما بين قوسين استشاري. طب هو استشاري؟ لا، هو شغال في مكتب استشاري. طيب، ممكن اشتغل اشراف على التنفيذ. انا ممكن اكون شغال في مكتب استشاري، والمكتب الاستشاري ده بياخد الشغل تصميم واشراف على التنفيذ. طب هي المهارات بتاعه الاشراف على التنفيذ؟ لازم مهندس الاشراف على التنفيذ يكون خبره لا تقل عن 5 سنوات على الاقل. ليه بقى؟ علشان انت حضرتك انت بتنزل تستلم، مش تصميم بس. يعني انا ممكن كمهندس تصميم اكون حديث تخرج واشتغل تصميم. واشتغل ايه؟ تصميم. ليه؟ علشان أنا الطبيعي ان انا بيكون في المكتب الاستشاري ده بيكون في واحد خبره، والخبره ده مشغل تحته حاجه اسمها جونيور، والجونيور ده مشغل تحته حاجه اسمها حديث تخرج. فانت دلوقتي كحديث تخرج بترجع للجونيور، والجونيور بيرجع للخبره اللي هو بيتقال عليه سينيور. فانا دلوقتي جوه المكتب في تدرج. فانا عادي اكون لسه حديث تخرج اشتغل مهندس تصميم. اما تشتغل مهندس اشراف على التنفيذ فده مرفوض. غلط. غلط انك تشتغل اشراف على التنفيذ اول لما انت تتخرج. ليه غلط؟ عشان هو محتاج حد يكون خبره. طيب، ولكن فرصته في السفر كبيره. فرصه السفر لمهندسين الاشراف على التنفيذ كبيره. تقول لي طب بالنسبه لمهندسين التصميم فرصتهم قليله. ليه قليله؟ عشان من بعد ما الكورونا ظهرت، فانا ليه عندي السعوديه ولا الامارات ولا قطر ولا ايه عشان تعملي تصميم؟
طب ما تشتغل وانت قاعد في البيت. ف ولكن الاشراف على التنفيذ لازم اجيبك عشان تشوف الشغل على الطبيعه. وصلت؟ طيب يبقى دلوقتي انا عرفت اللي انا لو هشتغل تصميم او اشراف على التنفيذ فانا بشتغل عند واحد بس اللي هو اسمه المكتب ايه؟ المكتب الاستشاري، سواء هنا او هنا. ولكن لو انا اشتغلت تصميم يجوز اشتغل تصميم وانا لسه حديث ايه؟ حديث تخرج. اما اشراف على التنفيذ لا يجوز. تقول لي لا يجوز يعني انت اللي محرمها؟ اه انا اللي محرمها، عشان انا بقول لك الصح. اما مش معنى كلامي ان انت لو نزلت السوق مش هتلاقي حد بيشتغل اشراف على التنفيذ حديث تخرج، لا ده انت ممكن تلاقيه. ولكن اللي يشتغل اشراف على التنفيذ وهو خبره سنه او اتنين او حديث تخرج فهو بيظلم نفسه. ليه بيظلم نفسه؟ عشان هو مؤتمن على المال، وهو اصلا ما يعرفش الحاجه دي بتتركب صح ولا غلط. خبره الفني اعلى منه في التركيبات. فعلشان كده انا لا انصح حديث التخرج ولا السنه الخبره اللي هو يشتغل اشراف على التنفيذ. ولكن للاسف الشديد في مصر هتلاقي موجود ناس كتير نتيجه لعدم وجود الخبرات في مصر. طيب انا ممكن اشتغل تنفيذ او مكتب فني. سواء تنفيذ او مكتب فني بتشتغلهم فين؟ في حاجه اسمها شركات المقاولات. اي شركه مقاولات بتكون محتاجه مهندسين ينفذوا لها الشغل، فده اسمها مهندسين تنفيذ. مهندس التنفيذ ده بيكون دوره ايه؟ او هو المفروض يكون عارف ايه؟ قراءه اللوحات التنفيذيه. يعني هو مش دوره اللي هو يعمل اللوحات التنفيذيه، هو دوره اللي هو يعرف بس يقراها علشان ياخدها ينفذها. تاني حاجه يكون يجيد التعامل مع العمال. لازم المهاره دي مهمه جدا، اللي هو يعرف يجيد التعامل مع العمال. اصل انت هتجيب عامل وتفهمه انت المفروض يا هندسه يا صنايعي تمشي بخط الصاج يبعد عن الحيطه دي مسافه قد كذا، 1 متر. وخلي بالك ان انت بعد هنا هتعمل حاجه زي مسلوك كده وتمشي كده. خلي بالك ان العلبه دي الابعاد بتاعتها 30 سم في 20 سم. اما دي وانت عمال تفهم مين؟ بتفهم عامل. فانت لازم تجيد التعامل معاه، وفي نفس الوقت انت لازم تكون بتعرف تقرا اللوحه التنفيذيه علشان تعرف تشرحها. ثالث مهاره مهمه الاطلاع المستمر على حاجه اسمها اصول التركيب او الصناعه. علشان انت لازم تكون عارف الحاجه دي بتتركب صح ازاي، علشان انت دورك اللي انت تسلمها لمين؟ تسلمها لمهندس الاشراف على التنفيذ. يبقى احنا دلوقتي عشان نكون فاهمين، انا اهو نجيب كده عشان بس نكون ايه فاهمين مع بعض. انا عندي مكتب استشاري. المكتب الاستشاري ده بيبقى شغال فيه بتاع تصميم، وعندنا بيكون شغال فيه اشراف على التنفيذ. بتاع التصميم المفروض يكون شاطر في ايه؟ برامج، اكواد، مقايسه فنيه. المقايسه الفنيه دي بيكون جواها الكميات، بيكون جواها حصر وحاجه اسمها مواصفه. يجوز انك تشتغل فيها وانت حديث تخرج. ليه؟ علشان هو بيكون عندك في سينيور، بيكون في جونيور، بيكون في حديث تخرج. تمام كده؟ اما الاشراف على التنفيذ فيجيد اصول التركيب او اصول الصناعه، طبعا الاكواد، طبعا المقايسه الفنيه، عشان هو اللي هيتابع الكلام ده تحت على ارض الواقع. المقايسه الفنيه ومهمه قوي اصول ايه؟ اصول التركيبات. وبالاضافه طبعا قراءه للتفاصيل اللوحه. هل من دوره اللي هو يتعامل مع البرامج تعامل خفيف، تعامل بسيط؟ يعني من الاخر كده بيعرف يشتغل على الاوتوكاد وبرنامج الريفت، ولكن مش يكون محترف فيهم. انا محتاج ان انا افتحهم واقعد اقرا من عليهم، عشان انا مش لازم تكون اللوحه بتاعتي PDF او تكون اللوحه تكون مطبوعه. لا، انا ممكن تتبعت لي بصيغه
الاوتوكاد او بصيغه الريفت، وانا من دوري ان انا اخش واطلع عليها. فخلي بالك من نقطه، ان هنا لازم حد يكون خبره يعني نقول بلس 4 سنوات يا دوبك. ولازم يكون قبل لما ينزل يكون اشراف على التنفيذ، يكون على الاقل نزل مواقع قبل كده مع ناس خبره وعرف الحاجه ازاي بيستلمها. فده بالنسبه للمكتب الاستشاري. وقلنا ان المكتب الاستشاري عشان يكون مكتب استشاري فهو لازم يكون صاحبه استشاري، حاجه اسمها نقابي، فعدى على تخرجه بلس 15 سنه. لو احنا جينا بقى نتكلم عن شركات المقاولات، شركات المقاولات بيبقى فيها برضو 2 تخصص. التخصص الاول وهو حاجه اسمها التنفيذ، والتخصص الثاني حاجه اسمها المكتب الفني. بالنسبه للتنفيذ فاحنا قلنا ان هو دوره اللي هو يعرف يقرا اللوحه، مطلع على اصول الصناعه، يجيد التعامل مع العمال، وطبعا يجيد التعامل مع الاستشاريين عشان هو هيسلم للاستشاريين. طب تعالى بقى للمكتب الفني. دور المكتب الفني ايه؟ دور المكتب الفني هو رمانة الميزان. أول حاجة بيجيد التعامل مع البرامج. ليه يجيد التعامل مع البرامج؟ علشان هو بيعمل حاجة اسمها اللوحات التنفيذية. خلي بالك، الاستشاري بيعمل حاجة اسمها اللوحات التصميمية. يبقى أنا بتاع تصميم بعمل لوحة اسمها التصميمية، انا بتاع تنفيذ بعمل حاجه اسمها اللوحات التنفيذيه. من المكتب الفني تبع المقاول، والمقاول بتاع تنفيذ، يبقى اللوحات التنفيذيه. الفرق بقى ما بين اللوحات التصميميه واللوحات التنفيذيه هنبقى نتكلم عليه، ودي انا ليا محاضره اساسا عن الكلام ده على قناتي على اليوتيوب، توضيح نموذج تصميم ونموذج تنفيذ. فلازم يكون بيعرف يشتغل على البرامج. تاني حاجه، يجيد عمل حاجه اسمها عروض الاسعار، يجيد عمل حاجة اسمها العروض الفنية. يعني ايه عرض سعر، ويعني ايه العروض الفنية؟ يعني على سبيل المثال انا جيت قلت لك انا عايز اركب جهاز التكييف ده. مش جهاز التكييف ده ليه انواع؟ ده ممكن كارير، ممكن شارب، ممكن LG، ممكن يورك، ايا كان البراند، صح؟ فانا لازم اعمل لك عرض فني. العرض الفني ده يكون محطوط فيه البراند. طيب هو مش المفروض ان جهاز التكييف ده بيتركب بطريقه ما، يعني على ارتفاع اكس من الارض، وفوقه يكون ارتفاع واي، ويبعد كذا؟ يعني كمان توصيف التركيب. مش المواسير بتاعت النحاس دي لها ماتيريال، والماتيريال دي لها مصنعين، ممكن يكون جنوب افريقي، ممكن يكون ميلر، ممكن يكون براندات كتير. لازم اوضح لك الاكسسوارات اكون من براند ايه. فده اسمه العرض الفني. طب مش العرض الفني ده بينظر فلوس؟ فانت تقوم راح ايه اللي شايف بقى المواصفه الجميله اللي انا قلتها لك ديت هتتكلف كذا، فده اسمه العرض المالي. العرض المالي او عرض السعر. يبقى دلوقتي انا كمكتب فني من دوري عمل لوحات تنفيذيه، عمل حاجه اسمها العروض الاسعار او العروض الماليه، والعروض ايه الفنيه. حاجه كمان حصر الكميات. خلي بالك ان بتاع التصميم عمل مقايسه، والمقايسه احنا قلنا بتكون عباره عن ايه؟ المقايسه بتكون عباره، نقفل ده، بتكون عباره عن حصر وبتكون عباره عن توصيف. ولكن الحصر اللي بيكون عندي هو حصر غير دقيق، يعني مش دقته عاليه. فبناء عليه اللي بيتم، انا دوري كمهندس مكتب فني اللي انا اعمل حصر تفصيلي. يعني ايه حصر تفصيلي؟ عشان افهمك اكتر، تعالى نجيب دي عشان نستوعب. انا دلوقتي انا دلوقتي كصاحب، وليكن مثلا دي ماسوره. الماسوره دي كانت 1 بوصه، وهنا في كوع، وهنا في تي، وهنا في مسلوب، وهنا في ماسوره. فده وليكن مثلا كان 3/4، ودي 3/4، وده
وليكن مثلا نقول ان في هنا كمان تي، ده مثلا الحته دي كانت بوصه ودي 3/4. انا مثلا كاستشاري لما اجي احصر الكميات، انا بقوم رايح قايل لك انا عندي من هنا اهو لهنا اهو، الحته دي كلها اللي انا هعلم لك عليها بالاحمر دي كلها، كل دي وليكن مثلا الواحد بوصه 20 متر. تمام كده. ال3/4 نلونه بلون تاني، اللي هو ده واللي هو ده واللي هو ده. اقول لك مثلا ال3/4 وليكن 30 متر. ده اسمه بي اي كيو، حصر كميات. الحصر اللي انا عملته ده اسمه حصر استشاري، اللي هو من الاخر كده بيتحط في ايه؟ بيتحط في المقايسه الفنيه. طيب انا بقى كمكتب فني لما اجي احصر الكلام ده، مكتب فني يعني انا هجيب البضاعه اللي انا هنفذها في الواقع، فانا هحصر بالطريقه دي. الاجابه لا. انا هقوم راح قايل لك انا عندي الواحد بوصه، عندي ال3/4، دي اسمها ايه؟ اطوال مواسير. عندي هنا حاجه اسمها قطع فيتنج. ايه قطع الفيتنج دي؟ عندي هنا كوع، فاقوم قايل انا عندي هنا قلبه واحد بوصه، العدد منه قد ايه؟ واحد. يبقى هنا الطيب، هنا السايز، هنا الكوانت. طيب عندي ايه كمان؟ عندي هنا تي وعندي هنا تي. يبقى عندي هنا تي بيتقال عليها ريديوسنج تي. ليه ريديوسنج تي؟ علشان هي كانت الماسوره دي واحد بوصه ودي 3/4، فبيتقال عليها مقاسها 1/3. الحاجات دي فنيه مش مهمه دلوقتي. العدد بتاعهم 2. عندك هنا كمان ايه؟ مسلوب ريديوسر. الريديوسر ده كم على كم؟ المفروض 1 بوصه على 3/4، يبقى اسمه 1 بوصه على 3/4. العدد منه بتاعه كام؟ 1. طب الاطوال بقى اللي عندي بقى من الواحد بوصه احسبها بقى مظبوط. فدلوقتي الطول عندي بقى الحته ده اهي، والحته ده اهي، والحته ده اهي. شفت انا دلوقتي ايه؟ دلت الكلام ده عشان الكلام ده بقى فيتنج، فبناء عليه هتطلع لي وليكن مثلا 15 متر. طب وبالنسبه لل3/4، ال3/4 عندي زي ما هم، فممكن يطلعوا ايه؟ 30 متر عادي. فالحصر اللي تحت ده اسمه برضه حصر كميات. بس ايه الفرق ما بين الحصر اللي تحت والحصر اللي فوق؟ ده اسمه حصر مقايسه. هنا الاستشاره لما بيجي يحصر ما بيحصرش بالحنتوفه، هو بيقوم راح قايل لك كل اللي عليه اطوال صحيحه محمله بالفيتنج. يعني انت كمقاول عارف ان الاطوال دي متحمل عليها اكواع وتيهات ومساليب. اما انا دلوقتي بقى كمكتب فني عايز اورد البضاعه في الموقع، بتوردها ازاي؟ بتوردها اكشوال، وبتوردها بالفيتنج، قطع الفيتنج بالوحده. لازم تعرف انت محتاج قطع فيتنج قد ايه. فده اسمه حصر كميات تفصيلي. فعلشان كده ده من دور مهندس المكتب ايه؟ المكتب الفني. بيعمل حاجه اسمها المستخلصات. يعني ايه المستخلصات؟ انا عايز بقى فلوس. انا دلوقتي كمكتب فني عندي مقاول، ركبت حاجات في الموقع، عايز احاسب المالك بقى عليها، فانا بقدم له حاجه اسمها مستخلص. اقوم قايل له في المستخلص ده انا عملت 1 2 3 4 تكلفتهم كذا. طب مين اللي يعتمد للمستخلص؟ مهندس الاشراف على التنفيذ. عشان مهندس الاشراف على التنفيذ ده هو عين المالك، العين بتاعتي. انا ما بفهمش حاجه، انا كمالك ما بفهمش حاجه. انا جايب بتاع اشراف على التنفيذ ده عشان يقول لي الحاجه دي اتركبت صح ولا غلط، وقد ايه اتركب. فمين اللي يعتمد المستخلص؟ هو مهندس الاشراف على ايه؟ على التنفيذ. فليه انا بقى حطيت لك المسارات بتاعت المهنه او ما تسمى بالكارير باص قدامك، علشان انت تشوف انت من جواك حابب انهي حاجه فيهم. هل انت تحب تشتغل مهندس تصميم؟ هل انت تحب مهندس تنفيذ، اشراف على التنفيذ، مكتب فني؟ قايل لك كل حاجه جواها محتاجه مهارات ايه. خلي بالك انا من وجهه نظري التدرج الطبيعي
انك تبدا تتفرج، يعني انزل موقع اتفرج. انزل الاول موقع اتفرج، مش لازم تشتغل يا عم، انزل بس اتفرج. لو انت مش حابب انك تشتغل مهندس تنفيذ لازم تنزل موقع تتفرج. بعد كده اشتغل يا عم تصميم. بعد التصميم، لا اما يعني بعدها بقى انت عايز تغير، ساعتها ممكن تروح اشراف على التنفيذ، او ممكن تروح مكتب فني. تقول لي هي المكتب الفني محتاجه خبره؟ اقول لك اه طبعا محتاجه خبره. هو عروض الاسعار دي انت هتعرف تعملها من غير ما انت تكون خبره؟ العروض الفنيه انت هتعرف تعملها من غير ما انت تكون خبره؟ اللوحات التنفيذيه اللي المفروض ما يبقاش فيها غلطه هتعرف تعملها من غير خبره؟ المستخلصات بفلوس، حصر الكميات التفصيلي لازم خبره. هتقول لي يعني انا لو حديث تخرج ما ينفعش اشتغل مكتب فني؟ لا ينفع، علشان في المكتب الفني نفس ما في مكتب الاستشاري تدرج اللي هو سينيور جونيور حديث، المفروض في المكتب الفني يكون نفس التدرج، يكون في سينيور جونيور حديث. فانت لما بتعمل اي تاسك صغير وليكن حصر كميات، مين اللي بيعتمدوا منك؟ الجونيور وبعد كده السينيور. فانت تقدر تعمله، ولكن لا يعتمد عليك انك تكون في وش المدفع، لازم يكون في واحد تاني هو اللي يشيل عنك. تمام. طيب نيجي بقى للمجالين، اللي هو مجال بيتقال عليه المشتريات ومجال المبيعات. خلي بالك ان برضك من اعمال المكتب الفني حاجه اسمها التسعير، وبيتقال عليها التندر. التندر، مهندس التندر، مهندس التسعير. وعلشان تعمل تسعير فانت يعني دي تندرج تحت حاجه اسمها العروض، عروض الاسعار. عشان تعمل عرض سعر فانت لازم تكون سعرت اساسا. ايه هو المشتريات ده؟ هو مش لازم يكون مهندس، ولكن يفضل يكون مهندس. يعني ممكن يكون خريج تجاره وبيشتغل في قسم المشتريات، بياخد بقى من المقاول من المكتب الفني الكلام ده، بياخده تفصيلي، وهو اللي يتعاقد مع الموردين علشان يجيبوا القطع دي بالعدد ويستلمها ويوردها الموقع. طيب بالنسبه بقى للمبيعات، اي سبلاير. يعني ايه سبلاير؟ يعني اي حد عنده حاجات مضخات، محابس، اتشلارات، اللي هي الكومبوننت بتاعت الشغل بتاعنا، لازم يكون في مهندس مبيعات بيتقال عليه سيلز انجينير. هو اللي بينزل يعمل برزنتيشن على الشغل بتاعك، ويعرف اللي قدامه ايه المميزات بتاعتي، وايه الخدمات اللي انا اقدر اقدمها لك، والضمان والتسهيلات و ده بيتقال عليه مهندس ايه؟ المبيعات. ايه هي مهارات مهندس المبيعات؟ لازم يكون لبق، من الاخر كده بيعرف يتكلم، يعرف يهندل اللي قدامه، وطبعا لازم يكون عنده قدره عاليه على مذاكره الحاجه اللي بيبيعها. هو مش لازم يكون شاطر في كل حاجه. يعني انا لو بتاع مضخات انا هحضر دكتوراه في المضخات بس، ما يخصنيش اي حاجه تانية، هي المضخات بس. في المحابس انا هحضر ماجستير ودكتوراه وام بي اي في المحابس بس، ما يخصنيش اي حاجه تانية. فدي تعتبر هي المجالات اللي انت لو حابب انك تشتغل في مجال الام اي بي تقدر انك تشتغلها. طبعا يعني انا مش حاطط معاهم مجال اللي هو الاف ام اللي احنا قلنا عليه مجال الفاسيلتي مانجمنت اللي هو الصيانه، باعتبار ان ده مجال لوحده. وخلي بالك ان في عندنا برضه في مجال الام اي بي مجال الار ان دي. تقول لي في ايه في مجال الار ان دي؟ مش احنا عندنا مصانع بتصنع وحدات مناوله، مصانع بتصنع اتشلارات، مصانع بتصنع مضخات وهكذا. فالكلام ده كله مش بيكون محتاج جواه قسم اسمه الار ان دي. فبالتالي في ناس بتشتغل في مجال الام اي بي في تخصص الار ان دي، بس العدد بتاعهم قليل شويه، يعني عددهم قليل. اتمنى ان احنا نكون وصلنا للمرحله دي وان الدنيا تكون بالنسبه لك كويس. نخش بقى على خارطه الطريق. خارطه الطريق انا مقسمها لك لحاجات انت المفروض هتعملها في خلال الدراسه، وحاجات انت هتعملها في خلال الاجازه، ومقسم لك كل سنه انت المفروض تعمل ايه بالظبط. فعلى سبيل المثال قايل لك المعادله الذهبيه علشان تستعد لسوق العمل وتخش بقوه، لازم تعمل توازن ما بين اللي انت بتدرسه في الكليه وما بين اللي انت هتطبقه على ارض الواقع. اول حاجه في خلال الدراسه، رقم واحد من وجهه نظري تهتم بشويه المواد الحلوه دي، الهيت والفلويد والسيرمو والماتيريال. دول يعتبروا عصب المجال بتاعنا، عصبه بالمعنى الحرفي. شغل المضخات فلويد، شغل التكييف هيت ترانسفير، المحابس
فلويد، المواسير والمحابس والدنيا ماتيريال. فانت لازم تكون شاطر في المواد دي علشان دي اللي هتفرقك قوي في السوق. خلال الدراسه محتاجك انك تشترك في الانشطه الطلابيه. لازم تشترك في الانشطه الطلابيه. تقول لي ايه الميزه بتاعت الانشطه الطلابيه؟ ده بتعطلني عن الدراسه وبتعطلني، ده عطله. اقول لك لا، ده بتزود عندك حاجه اسمها مهارات السوفت سكيلز عندك، زي البرزنتيشن على سبيل المثال. انا لو انا قاعد قدامي 2 مهندسين، واحد مهندس شاطر جدا بس مش عارف يتكلم، واحد جاي مذاكر كلمتين بس بيعرف يعمل عرض لنفسه، للاسف الشديد هقبل اللي بيعرف يعمل عرض لنفسه عشان هو عارف يبرز مهارته. اما التاني اللي ممكن يكون جامد جدا بس مش عارف يتكلم هيظلم نفسه. فدي من ضمن النقط اللي انت لازم تتدرب عليها، وانا شخصيا انا فضلت سنتين اتدرب عليها. انا كنت لا اجرؤ ان انا امسك مايك واقف قدام طلبه في دفعتي اقول لهم المحاضره اتلغت النهارده. يعني انا مثلا انا كنت مسؤول عن الدفعه، مثلا لما يبقى في دكتور هيلغي محاضره كان بيقوم راح باعت لي على الواتساب ان في المحاضره بتاعت النهارده اتاجلت اتلغت ايا كان. انا كنت بتحرج امسك المايك وهم يقولوا لهم يا باشمهندسين المحاضره اتلغت النهارده. بتحرج اللي انا اقف قدامهم. فاللي هو ازاي انا فضلت متضايق من نفسي. الكلام ده في اعدادي هندسه وفي اولى ميكانيكا، لغايه لما اخدت وقفه مع نفسي. لا، انا لازم اجبر نفسي اعمل برزنتيشن واعملها قدام والدتي وقدام اختي وقدام المرايه، وبعد كده اعمل برزنتيشن ما بيني وما بين نفسي. وبعد كده بقيت اعمل تيم صغير. انا كنت محرج ان انا اخش تيمات كبيره، فكنت اعمل انا تيمات انشطه طلابيه صغيره على يعني ما بيني وما بين اصحابي علشان اقعد اتكلم واشرح لهم واعمل واسوي. ومن هنا جت الثقه في النفس، فبقيت بعرف اعمل برزنتيشن. فبقيت دلوقتي وصلت اللي انا دربت اكتر من 10,000 مهندس. فعمرها ما كانت هتيجي من غير ما انا يكون عندي مهارات تواصل جيده. طبعا من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعملها وتهتم بيها، واتحدى 90% من اللي حاضرين دلوقتي اللي هم بيعملوها، هي ايه؟ هي الويبينار. انا اصلا لو سالتك يعني ايه ويبينار انت ممكن ما تكونش عارف الويبينار. الويبينار هي عباره عن ندوه علميه بتناقش موضوع معين، بيبقى مدتها 45 دقيقه على سبيل المثال، ما بتكملش ساعه. دي انت بتلاقي اشر بتنزل ويبينارات، احنا بنعمل ويبينارات وخلافه. يعني انت اصلا حاضر ده المفروض ان دي اسمها ويبينار على سبيل المثال، انت ما انتش عارف ان دي ويبينار. لازم تهتم بفعاليات الويبينار. ناخد بقى القاعده السريه وهي الواسطه. الشغل بالواسطه يا باشمهندس؟ الاجابه بكل تاكيد الشغل بالواسطه. شفت انا صريح ازاي معاك؟ الشغل بالواسطه يا باشمهندس. ولكن خلي بالك من نقطه، الواسطه يعني علاقات، والعلاقات مش حرام. يعني انا مثلا على سبيل المثال حاضر دلوقتي معانا بتاع 213 واحد، انا ممكن ما اعرفش اي حد فيهم، ولكن لو في مثلا كذا واحد فيهم بيتواصل معايا على الواتساب ويبعت لي شغله ومسجل رقمي وبينزل شغله على الستوري بتاعته او بينزله على لينكد ان، وبشوف وبيمنشن لي بيبعته لي. فدلوقتي لما يجي واحد يقوم راح قايل لي يا هندسه انا محتاجك ترشح لي مهندس شاطر في الحاجه الفلانيه، وانت عمال تتنطط قدامي وتمنشن لي هنا وتوريني هنا، مين اول واحد هيجي في بالي؟ هو انت يا هندسه. طب هو انت ضربتني على ايدي علشان ارشحك؟ لا، عشان انت عرفت انك تعمل تكوين علاقه ما بيني وما بينك كويسه، وبينت لي شغلك بشكل كويس. فبالتالي انت خلاص انت اتحفرت جوه دماغي، فانت رقم واحد بالنسبه لي اللي انا هرشحك. طيب خلي بالك بقى، يا عم فرضا ان انا رشحتك وانت طلعت بلباص، طلعت وحش، هرشحك تاني؟ بكل تاكيد لا. طب هل انت اساسا هتستمر في المكان اللي انا رشحتك فيه؟ بكل تاكيد ما فيش حد هيكون حابب ان نفسه الخساره. انا زقيتك ودخلتك، اما الاستمراريه دي بقى بتاعتك، انت اللي مسؤول عنها، مش انا اللي مسؤول عنها. فدي من الحاجات اللي انت لازم تعملها في خلال ال4 أو ال5 سنين بتوع الكليه، تبداهم من اعدادي هندسه لغايه اما انت تتخرج. النقط دي مهمه جدا وانصحكم بيها. نيجي بقى للاجازه. في الاجازه انا محتاج ان انا اعمل بيها ايه؟ لازم احصل على دورات تدريبيه، ولكن بشرط اللي هي تكون مناسبه للمرحله السنيه. يعني ايه؟ يعني ما يجيش واحد مثلا في اعدادي هندسه يقوم راح قايل لي هندسه انا عايز اخد سوليد وانسز، اقوم قايل له يا حبيبي ازاي هتاخد انسز وانت اساسا ولا تعرف يعني ايه سيرمو، ولا تعرف يعني ايه ترانسفير، ولا تعرف يعني ايه فلويد، ولا الكلام ده.
طب انت ازاي هتاخد حاجه زي دي؟ هي مش مناسبه للمرحله السنيه بتاعتك. يا هندسه انا عايز اتعلم اللي انا اعمل تصميم مستشفى وانا لسه في اولى ميكانيكا ولا في ثانيه ميكانيكا. يا حبيبي انت في اولى او في ثانيه ميكانيكا حابب تخش المجال ده، انت اخرك تصمم لي فيلا، تصمم لي كافيتيريا، تصمم لي مكتب، اللي هي الحاجات الصغيره اللي انت توظف فيها المهارات اللي عندك من غير مبالغه. اما بقى انت عايز تصمم مستشفى، ده انت هتطلع على اكواد وتتعامل مع ضغوط وتتعامل مع نقل عدوى. طب الكلام ده انت مؤهل ليه؟ لا انت مش مؤهل ليه. يبقى كل حاجه لازم يبقى لها مرحله سنيه انت بتقسمها على الاجازات بتاعتك او السنين بتاعتك. لازم تنزل مواقع ومصانع، مش لازم الحاجات الكبيره. انت لو لقيت موقع جنب بيتك، مستشفى لسه بتتبنى، مبنى اداري لسه انزل يا عم. مفيش حد والله العظيم ثلاثه، انت لو نزلت واتمشيت ودخلت واستاذنت من مدير المشروع المهندسين مفيش حد هيمنع. مفيش حد هيقوم قايل لك انت رايح فين، والله ده هياخدوك من ايديهم ويساعدوك ويشرحوا لك. التدريب الصيفي والانترنال، الشركات. يعني انا مثلا على سبيل المثال عندنا في اسك كمكتب هندسي او في WYA+ بنعمل حاجه اسمها الانترنال، وعندنا في شركات زي شاكر وصبور وايهاف والاماكن دي كلها، كل المكاتب الاستشاريه تعمل حاجه اسمها الانترنال. ايه هي الانترنال؟ هي فتره معايشه، ولكن دي ما بتبقاش لبتوع اولى وثانيه واعدادي، دي بتبقى خلاص اللي هم الناس اللي هتتخرج خلاص ثالثه ورابعه. ليه انا بعمل ايه؟ مثلا عندي على سبيل المثال بيكون في مهندسين شاطرين لسه طلبه، اقوم قايل لهم تعالوا اشتغلوا معايا، نظير إن انا اللي هدفع له فلوس وهعلمه. ولكن هو مش ابيض، هو جاي لي مش ابيض، هو جاي لي مثلا عارف 5 حاجات. ال5 حاجات دول انا هديله على اساسهم فلوس وهعلمه 5 حاجات تانيين جداد. فهو دلوقتي عمل ميكس، اللي هو اخذ خبره في نفس الوقت اخذ فلوس. يعني انا لو سي مثلا فتحت لكم الواتساب، هتلاقي ان سي مثلا على الواتساب يعني اهو، عشان يعني ما نكونش واضحين اللي احنا بننافق. لو انا مثلا فتحت هنا الواتساب عندي، انا عامل جروب اسمه البارت تايم اهو. بارت تايم، البارت تايم ده عليه شباب كلها لسه في سنه رابعه. الناس دي شغاله وبديها مرتبات وهي بتطلع شغل وبديها خبره. هي ما بتاخدش مرتب اللي هو كانه زي مهندس حديث تخرج، ما بياخدلوش 15 20,000، لا بياخد اقل. ولكن في المقابل هو فرحان، ياخد خبره وياخد فلوس. الكلام ده بينطبق في مكاتب كتير. ولكن انا علشان اقبلك في الانترنشيب لازم انت يكون عندك الاول على الاقل طلعت سلمه ولا اتنين، علشان انا استفيد بالسلمه ولا الاتنين دي واكمل لك سلمتين كمان. اما انت هتجيلي انت لسه واقف على الاسفلت وعاوز نجدك واطلع، ده انت ذات نفسك ما طلعتش، انا اللي هطلعك. نكمل. طيب، نقطه الانطلاق هي اعدادي هندسه. في خلال اعدادي هندسه لازم تركز على مهارات نون تكنيكال. ايه هي المهارات؟ اتعلم لي مايكروسوفت اوفيس، اتعلم لي ازاي تعمل باوربوينت، وورد، اكسل. هتقول لي ده حاجات تافهه، اقول لك ده الحاجات المهمه يا باشا. مفيش مهندس شاطر ما بيعرفش يشتغل على اكسل، مفيش مهندس شاطر ما بيعرفش يعمل ريبورت. خلي بالك من بقى من النقطه اللي انا جاي لك فيه. بقول لك انا واحد صاحب مكتب، وبقول لك انت ممكن تكون مهندس شاطر، ولكن اقول لك اعمل لي تقرير، تقوم عامل لي تقرير بلغتنا كده كلايبي ما ينفعش ابعته للعميل، فانت كده عطلتني. فانت لازم تكون بتعرف تعمل تقارير. خلي بالك، تقارير يعني تنسيق، يعني الفونت ده يكون مقاس كذا ثم كذا ثم كذا، الكلام يكون مكتوب مظبوط، العربي بتاعه مظبوط، الانجليزي بتاعه مظبوط. الكلام ده مهم في غايه الاهميه. لازم اتقان مهارات العرض زي كانفا وبريزي، اللي هو اتعلم ازاي تعمل برزنتيشن. شايف السلايد اللي قدامك دي؟ اتعلم ازاي تعملها، ازاي نعمل. خلي بالك ان القواعد بتاعت عمل البرزنتيشن دي لها قواعد، ان السلايد ما تنفعش تبقى زحمه، ما يبقاش فيها باراجرافات مقالات، لا انا عايز صوره تترسم جوه دماغك، اللي هي تفهمها اول لما انت تشوف الصوره تفهم، وفي نفس الوقت الكلام صغير. طب دي اسمها مهاره. اتعلم ازاي تشتغل على كانفا وبريزي. لازم تتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي. اللي مش هيتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي هيتفرم في السوق، هيتفرم في السوق. زي ايه؟ جيميناي، وان انا بنانا، والنوت بوك LM. للعلم بالشيء
البرزنتيشن اللي انا بعرضها قدامكم دي عشان بس افهمكم احنا وصلنا لايه. البرزنتيشن دي انا عملت كده، ده اللي انا عملته وده اللي انا حضرته، ده اهو، ده اللي انا كتبته. شايفين كان عامل ازاي؟ اهو الثلاث صفحات دول فقط لا غير، وباستخدام ما يسمى بالنوت بوك ال ام هو اللي عمل لي البرزنتيشن دي من اي تو زد. انا اخذتها وبعتها لتيم الفوتوغرافر عندنا اللي هو الفوتوشوب بتاعنا، قلت له شيل لي اللوجو بتاع النوت بوك اللي تحت وحط لي في الخلفيه اللوجو بتاعي بس. شايفين احنا وصلنا لمرحله ايه؟ فاللي مش هيعرف يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي للاسف هيتفرم. فانصحكم ان انتوا لازم تستغلوا الحاجات دي كويس قوي علشان تستفادوا. الخطوه اللي بعد كده في اولى تخصص. في اولى تخصص انا شايف من وجهه نظري ان انت تهتم، انت في ميكانيكا، في اولى تخصص ميكانيكا انت بتاخد حاجه اسمها الرسم التجميعي، واللي هيساعدك في الرسم التجميعي هو برنامج اسمه السوليد وورك. بالاضافه انك لازم تشتغل على نفسك في تقديم، في العرض والتقديم والبرزنتيشن وخلافه. هم دول المهارتين اللي انت تتعلمهم خلال اولى. يعني انا خلال اولى انا احبك تهتم بالسوليد وورك وتهتم بازاي تعمل برزنتيشن. البرزنتيشن هنا نوعين، برزنتيشن كلام وبرزنتيشن عرض. يعني ايه؟ يعني اللي قدامك دي اسمها برزنتيشن، السلايد اللي قدامك دي برزنتيشن. يعني مثلا انت عملت السوليد وورك المجسم ده، ازاي اعمل له برزنتيشن؟ عرض، علشان انا لما ابص على الصوره دي انبهر بيها، فدي اسمها العرض. طب والكلام اللي انت تقعد تكلمني بقى، انت عارف مش مهندس ان الكومبوننت دي كانت مصنوعه من ماتيريال كذا ثم كذا، ده بتتعامل مع الاجهادات وتعرف تتكلم قدامي، دي اسمه الكلام. فانت لازم تتدرب على برنامج السوليد وورك وتتدرب على ازاي تعرض شغلك. نيجي لسنه ثانيه. سنه ثانيه ودي اللي احنا بنهتم بيها تحديدا في المنحه اللي احنا بنعملها اللي هي الناين دي، ودي غالبا هي بتكون مخصصه لطلاب تانية وبنقبل فيها طلاب اولى. يعني اللي بيبقى في اولى خلص اولى او خلص تانية بنقبل. طب احنا بنعلمك فيها ايه؟ برنامج الاوتوكاد، برنامج الريفت، المهارات الاساسيه بتاعت التصميم، اللي من الاخر كده تقدر تطلع انك تعرف تصمم لي فيلا او مساحه مكتبيه، مكتب صغير. انت لو في خلال سنه تانية قدرت انك تكون شاطر في الاوتوكاد وشاطر في الريفت وبتعرف تصمم، وبتعرف تصمم دي مش تصمم لي مستشفى، مش تصمم لي مصنع، تصمم لي فيلا، تصمم لي مكتب، تصمم لي مطعم، اللي هي الحاجات الصغيره دي، انت كده عملت اللي عليك وزياده. الكلام ده مطلوب منك امتى؟ مطلوب منك في اجازه سنه ثانيه قبل ما تكون داخل ثالثه. اللي انا بتكلم فيه ده خلاص انا دلوقتي في سنه اولى او في اجازه اولى، يعني ما اخشش تانية وانا لسه ما اتعلمتش السوليد. طيب دلوقتي ما اخشش ثالثه وانا لسه مش شاطر في الاوتوكاد ولا في الريفت ولا عندي مهارات ايه التصميم. وده اللي احنا بالفعل بنعمله في الناين دي وبنعمله بشكل مجاني، وده اللي الباشمهندس كمل اتكلم عنه في الاول خالص ونوه عنه وهننزل عنه تفاصيل بعدين. نيجي بقى بعد كده لسنه ثالثه تخصص. ثالثه تخصص دي اللي انت خلاص ثالثه واجازه ثالثه، اللي انت خلاص اخر السنه، خلاص انت هتخش بقى على اخر السنه وتعمل فيها المشروع بتاعك. طيب ركز بقى معايا، ثالثه تخصص دي من الاخر هو ده العصب، هو ده العصب اللي لا اما تكمل صح لا اما انت بترجع بظهرك. السنه الثالثه انت لازم مش تصمم بس، انت لازم تقرا في الاكواد والستاندرد بس ما تتعمقش فيها، يعني بدون مبالغه. يعني إيه بدون مبالغه؟ ما ترهقش نفسك فيها قوي، خش بس مش قوي. دور على الاكواد الرئيسيه والستاندرد الاساسيه، وده طبعا سواء انت هتتعلم اونلاين، هتتعلم مدفوع، هتتعلم من يوتيوب، ايا كان المصادر. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش كلام انك تروح تاخد كورسات، لا، انت ممكن الخطه دي كلها تبنيها فور فري، ولكن هتتعب فيها، ولكن عادي اعملها. لازم تحترف الريفت. انت خلاص يا باشا، انت كنت في المرحله اللي فاتت اتعلمت ريفت، لا دلوقتي بقى جه الدور انك تحترف ريفت.
تطبق لي على مشروع كبير. يعني ايه مشروع كبير؟ مستشفى. طبق لي برج، فندق، علشان توظف مهارات التصميم بشكل قوي فيها. وخلي بالك، شايف الكلمه اللي انا كاتبها لك ده ايه؟ الكيف اهم من الكم. يعني انا مش عاوزك تعمل لي 10 مشاريع صغيره، لا، انا عاوز مشروع واحد بس دسم فيه افكار كتير. احسن ما تيجي تقول لي انا عملت لي 5 فيلل، عملت لي مطعمين، عملت لي كافيتريتين، عملت لي بيوتي سنتر، كل ده هري، كل ده هري. عملت لي مكتب اداري صغير، كل ده بطيخ. الكلام ده انت تتعلمه اساسا في سنه ثانيه. يعني الكلام ده هنا في ثانيه مش في ثالثه. ثالثه طبق لي على مشروع واحد بس، مشروع كبير، قفله لي من اوله لاخره. يبقى ده ثالثه. نيجي بقى للسنه الرابعه. السنه الرابعه دي اللي هي سواء انت اخذت مشروع التخرج فيها ليه علاقه بمجال الام اي بي او لا، لازم تعمل فيه اللي احنا بنقوله ده. ايه بقى اللي احنا بنقوله؟ ركز. اول حاجه لازم دراسه بقى الاكواد. لا، خش لي بقى في الاكواد، اقرا، اقرا يا باشا وتعمق اكتر. اتدرب لي على ادوات اسمها ادوات البي اي ام. ده مصطلح جديد احنا بنتكلم عليه اهو. خلي بالك ان البي اي ام دي هي اختصار لبيلدينج انفورميشن موديلنج. ودي يعني ممكن نبقى نتكلم عليها في ندوه تانيه. ليها برامج بتخدمها. ايه هو البرامج اللي بيخدمها؟ الريفت، النافيس، الداينامو. ودول يعتبروا انا سايبهم في الاخر في سنه رابعه. تتعلم لي هنا نافيس، حتى انا اهملت شويه الداينامو مش مهم. وعندنا برضك من ضمن الحاجات المهمه الاي سي سي اهو، حاطط لك هنا. الحاجات دي انا حاططها لك كده مبهمه، انت ولا تعرف اصلا النافيس بيعمل ايه، ولا الاي سي سي بيعمل ايه، ولا يعني ايه البيم اساسا. خلي بالك انك اتعلمت الريفت اللي هو لها علاقه بالبيم من سنه تانية وانت ما كنتش عارف، واحترفتها في سنه ثالثه وانت ما كنتش عارف. فجيت بقى في سنه رابعه، ده انت بقيت تنين في الريفت. طب ما تكمل لي البيم بقى اللي هو المهم بالنسبه لي، النافيس والاي سي سي اهو. دول مهمين قوي بالنسبه لي، عشان لما انت هتطلع تشتغل هيكونوا محتاجينهم قوي. بالاضافه الى ايه؟ مراجعه مهارات التصميم، واعمل لي كمان مشروع كبير. يبقى انا عايزك تطلع خلال سنين الكليه بمشروع صغير زائد 2 مشروع كبير. الاثنين مشروع كبير، واحد في ثالثه وواحد في رابعه. بتاع رابعه ده ممكن يكون مشروع التخرج. مشروع التخرج. طب لو مشروع التخرج ملوش علاقه، اعمل لي مشروع ملوش علاقه بمشروع التخرج. كده انا رسمت لك الطريق اللي انت تطلع ثمنك في السوق. ثمنك في السوق لا يقل عن 20,000 جنيه. وانا مسؤول عن كلامي، انا مسؤول عن الكلمه اللي انا بقولها لي. انت لو جيت متخرج من الكليه وريتني مشروع صغير متقفل تقفيله مظبوطه، وريتني مشروعين كبار، وبتعرف تشتغل برنامج الريفت زي ما قال الكتاب، وبتشتغل النافس والاي سي سي، وما اديتكش انا 20,000 جنيه مينيمم، انا اتقدم. اعتقد انا كده رسمت لك ايه الطريق. خلي بالك انا بهتم بايه، كلامي كله بهتم بايه؟ بهتم انك لما تيجي تعمل حاجه تعملها صح. مش اسمك عملتها وخلاص، ما تجيش تقوم راح موريني مشروع صغير ومشروعين كبار مليانين اخطاء. لا، لازم المشاريع دي تكون متقفله صح، لازم يكون في مونيتور، لازم يكون في توجيه، لازم يكون في تكنيكال باين بالاضافه للبرامج. خلي بالك انا بكلمك ان الرقم ده دلوقتي في توقيتنا اللي هو تقريبا بتتكلم في $400. علشان انت لو اتخرجت لي كمان 3 سنين ممكن تلاقيهم اساسا بقوا 30,000 ولا 40,000، الله اعلم العمله هتروح على فين مننا يعني. طيب نكمل. يبقى دلوقتي انا عملت لك ترسانه لمهندس عام 2026. في عندنا شويه اساسيات لازم لابد منها، في شويه برامج اوتوكاد وريفت وسوليد،
عندنا النافس والداينامو، عندنا فيه شويه حاجات بقى الانسكيب، ودي الانسكيب دي يعتبر احنا بنعلمه مع الريفت. ده اظهار او حاجه اسمها ريندر، اللي انت تطلع شغل شكله نظيف. والعمود الفقري بتاعنا وهو اجاده الاكواد والاستاندرد. يبقى دي الترسانه بتاعتنا. بعد كده خلي بالك من نقطه انا كاتبها لك هنا: ما بعد التخرج. رحلتك ما انتهتش. انت مطلوب منك انك لو انت بقى حابب انك تخش في مجال الBMM الBIM بتعمق، فانت محتاج انك تتعلم بيم مانجمنت، ولكن انصحك انك ما تخشهاش غير بعد التخرج ب3 سنين على الاقل، وتكون اشتغلت في مكان احتكيت بمجال البيم. وخلي بالك ان ده المجال السائد دلوقتي. مفيش حاجه اسمها ان البيم مجال والME B مجال. لا، انا لما بيتقال عليا بيتقال مهندس MEB بيم انجينير، يعني بصمم MEB باستخدام تكنولوجيا الBIM. طب هي تكنولوجيا الBIM دي عباره عن ايه؟ شويه برامج زي الريفت وزي النافس وزي الداينامو وخلافه. طب هو ايه البيم مانجمنت بقى؟ دي اسمها ادوات رسم، برسم وتحليل. اما البيم مانجمنت هي دوكيومنتيشن، ورق. فتظبيطات الورق دي انت ما ينفعش واحد حديث تخرج ولا لسه في الكليه يتعلمها. لازم يكون على الاقل خبره 3 سنين يتعلمها، وبعد كده يمارس. وبعد ما يمارس ربنا يوفقه ويتدرج وظيفيا. خلي بالك ان في بقى بوزيشن ومسميات هنا بقى مختلفه خالص، ودي احنا ممكن نتكلم عليها مستقبلا. الخلاصه: التطبيق هو المعيار الوحيد ليك، والبرامج مجرد ادوات. اما الممارسه الفعليه هي سر التميز. ولازم تصمم لي مشروع من الالف للياء، والعمل على مشروعين متكاملين خلال سنوات الدراسه الاخيره بيختصر عليك سنوات من التخرج. اتمنى ان انا اكون فدتكم بالندوه البسيطه دي، وحطيتكم على بدايه الطريق بشكل كويس. وانا انتهيت عشان ما اطولش عليك.